أكد محمد رائف رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن شركة الإسماعيلي هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للنادي الإسماعيلي، موضحا تفاصيل هيكل ملكية الشركة والمساهمين فيها. وقال محمد رائف شركة الإسماعيلي هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للنادي الإسماعيلي، وهناك مساهمان فقط، وذلك لأن قانون شركات المساهمة يشترط ألا يقل عدد المساهمين عن 2، بينما يمتلك النادي الإسماعيلي جميع الأسهم تقريبا باستثناء سهم واحد. وأضاف: ومع ذلك يوجد لدي تنازل من المساهمين عن الأسهم لصالح النادي الإسماعيلي، وبالتالي فإن الشركة مملوكة بالكامل للنادي الإسماعيلي. وتحدث رئيس النادي الإسماعيلي عن أهداف مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية، مؤكدا: إحنا بنشتغل بأمانة وإخلاص، وهدفنا الوحيد إننا ننجح ونخدم النادي الإسماعيلي وجماهيره، مش بنسعى لمنصب، ولا حد من المجلس هدفه يترشح لأي منصب تاني. واختتم محمد رائف تصريحاته بمطالبة جماهير الإسماعيلي بمساندة المجلس الحالي خلال المرحلة الحالية، قائلا: احنا محتاجين دعم الجماهير ووقوفهم معانا، لأن الشفافية وإعلان كل التفاصيل هي الطريق الصحيح. وإن شاء الله الفترة الجاية تشهد أخبار أفضل للنادي الإسماعيلي.